بالنسبة للعمل ديالي في اليابان، أنا إعلامية في القناة الرسمية اليابانية NHK. كان نشتغل في القسم الدولي كمذيعة في الأقسام العربي والفرنسي والإنجليزي، وعندي برامج محلية وعدد من كنقدم نشرات الأخبار أيضا. كذلك أشتغل كمستشارة في الحكومة اليابانية لشؤون الشرق الأوسط. بالنسبة للعلاقات ديالي بالجالية المغربية في اليابان، إذا من خلال عملي كإعلامية كنحاول أنني نغطي الأنشطة اللي كيقوموا بها الجالية المغربية في اليابان من خلال إسهامهم في توطيد العلاقات ما بين اليابان والعالم العربي وخاصة المغرب. فنحاول دائما نحن نسلط الضوء على تلك الكفاءات المغربية العاملة في مجالات متعددة، ولعلكم تعرفون أن المغاربة ما شاء الله عليهم يعني جيدين في العلوم والتكنولوجيا. فدائما نحاول أن نغطي هذه الأنشطة ونعرف الجانب الياباني أيضا بهؤلاء الشباب الذين يمدون أواصر الصداقة ما بين البلدين المغرب واليابان. المغرب هو بلدي، اللي هو أنا كنعتبر المغرب هو البلد اللي وضع اللبنة الأساسية لي أنا كمغربية، واليابان هي اللي صقلت المهارات. فطبعا المغرب هو بلدنا اللي لازم نحن نرد له الجميل اللي هو بنى هذه الكفاءات المغربية العاملة بالخارج، والآن هي تشتغل ربما في الخارج، ولكن حال الآن نحن نرد الجميل لهذا الوطن اللي هو الأولى يعني بمجهوداتنا وبالأشياء التي نقوم بها حاليا. حدث عيد العرش المجيد هو كما نقول هو فرصة لتجديد الولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لأنه هو الآن هو ملك الشباب، قائد المغرب، حامي حمى الوطن والاستقرار. فإحنا ككفاءات مغربية موجودين في الخارج، إحنا لازم في هذه المناسبة أن إحنا نشكر بلدنا عن طريق ملكنا الله ينصره، وندعموا بلادنا بجلب الاستثمارات بجميع الوسائل اللي متاحة لنا، أن احنا نجعلوا بلادنا من البلدان اللي هي في مصاف الدول المتقدمة.